رواق العيد بس بطريقه حلوه قوي وجوسي، وهتعجب الولاد جدا جدا جدا. وعجبتني انا شخصيا قوي قوي قوي، طعمها حلو ولذيذه وجوسي زي ما قلت لكم. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هي بدنا نطبخ مع حنان. ده الرواق اللي احنا عاملينه مع بعض. خدوا بالكم اللي احنا عاملينه قبل الفيديو ده، وكمان دلوقتي هجيب لكم العصاج. هبدا دي اول وصفه من العصاج اللي احنا عاملينه مع بعض برضو النهارده. يلا بالوصف الفيديو اللي قبل ده على طول، ده العصاج اهو، هناخد منه الوصفه دي اول وصفه. طب وده الرواق برضو اللي احنا لسه عاملينه برضو قبل الفيديو بتاع العصاج، معلش اعذروني. يلا بينا. طلعته من الفريزر بقى، انا كنت سايباه عاملاه بقالي يوم في التلاجة، كنت حاطاه في الفريزر، طلعته من ساعتين وفك كده. هاخد نص الكميه والنص التاني هعمل لكم بقى الرواق بقى الايه، صينيه الرواق بتاعه العيد برضو التانية الاصليه بقى اللي احنا متعودين عليها. انما الطريقه دي حلوه قوي وهتعجب الولاد اكتر، واحنا كمان هتعجبنا. العصاج اللي احنا معصجينه مع بعضنا اهو، اللي احنا مضاعفينه، خدت رقاقيه مش هتهنها اي حاجه، وهطبق احط في النص في الطرف كده، وهطبق من الاطراف من الاجناب عليها كده. بصوا زي ما انتم شايفينها كده، هعملها زي الظرف، وبعد كده هرولها. دي تعتبرها زي الشاورما كده. اي حاجه بقى اعتبرها، بس طريقه حلوه قوي وجميله. شفتها وعجبتني قوي، وبصراحه وعجبتني طريقتها وسلسه وجميله وجديده وحلوه، والولاد هيفرحوا بيها جدا جدا جدا. يلا تاني واحده تانية اهو زي ما انتم شايفين زي ما بقول لكم. طيب العصاج بقى ده اللي زي ما قلت لكم، اللي فيه طبعا تعليق جاي يقول لي ايه ده، وحتى خضار كتير، وحتى ده سرفيس ودهناه سمنه اهو. ليه العصاج اتحط فيه خضار؟ ده انا حاطه بصل وحاطه فلفل بس، مش حاطه خضار ولا اي حاجه. معلش يعني، ده أنا بالعكس ده كله لحمه وجميل. يلا خلينا في المهم، وخلينا في الفيديو بتاعنا الجميل ده. حلو قوي. دهنت الصينيه بتاعتي او السرفيس دهنتها سمنه كويس، وعشان هندخله الفرن شغلت الفرن. رص بقى الكميه اللي انت عاملاها، انا خدت نص الرواق بس، والنص التاني هعمل لكم صينيه رواق حلوه بتاعه العيد اللي احنا متعودين عليه. وده برده هيبقى حلو، هتعتمدوه برده قوي قوي قوي. بعد ما خلصت الرولات كده كلها، تعالوا بقى ما نعمل ايه، البشاميل خفيف قوي وجميل. كوبايه شوربه او ميه مفيش مشكله، مع كوبايه لبن، الاثنين مع بعض يبقى ايه، كوبايتين سوائل. عايزاهم ميه كلهم مفيش مشكله، بس يبقاش طعمه حلو. طب ماشي، يبقى كوبايه شوربه على كوبايه لبن او كوبايه ميه. حطيت معلقتين ونص دقيق، عشان هم حطيت معلقتين لقيته خفيف، حطيت نص دقيق. يبقى كوبايتين، معلقتين ونص على كوبايتين اتنين سوائل اللي هما لبن بشرب. طيب ونزلت بربع معلقه سبع بهار وربع معلقه فلفل اسود. اول ما بقبقت كده معايا وادتني السمك الحلو اللي انتم شايفينه ده، ولا هو تقيل ولا خفيف، نزلت بمعلقه زبده او عشان تفك بقى، هو سخن كده. هقلبها كده واسيبها. تعالوا انا عايزه بس ايه، عايزه صلصه، عايزه تحط صلصه جاهزه اوكي، حط لها ربع معلقه سكر وظبطيها وملحها وظبطيها. طيب انا عندي صلصه اهي، كنت انا عاملاها للمكرونه، طماطم وبصل وفلفل، وحطيت لها ربع ميه وغليتها وضربتها بالهاند بلند. بس كده بس كده. دي جميله قوي، بتنفع للبيتزا والمكرونه، وبرده نفعت في الرواق اهو جميل على الرولات كده. وشربيها. بص انا عايزاكي تشربها كلها، بتديها طعم حلو قوي، وبتوديها في مكان تاني، علشان الصلصه طعمها كمان حلو، مسكره وبارده وحلوه. حط لها بصل وطماطم وفلفل، خدوا بالكم مش حط لها حاجه تاني، وغليتها وضربتها بالهاند بلندر بس، ما رجعتهاش النار، وظبطتها بربع معلقه سكر. انزل بقى بالبشاميل الحلو الخفيف اللي احنا عاملينه الجوسي ده. يلا بينا. رشه بقى جبنه، بصوا هيمسك بقى ده كله، ده هيمسك ويبقى تحفه. هيطر بقى معانا الفطاير بقى الجميله ده، او الرقاق يسموها زي ما تسموها بقى، مش هو انا، هي رولات هو رقاق بس بطريقه مختلفه وخلاص. قولوا بقى اللي انتوا عايزين تقولوه، مش عارفه والله اقول على ايه. يلا بينا. رشيت كده جبنه تركي، وهرش وكمان كام قطعه كده جبنه موتزاريلا، ده اختيار، مش حباه مفيش مشكله ما تحطوهوش، يعني خلينا بالبشاميل كده عليها، هيوديها في مكان تاني برضه على الفرن. ده الرواق اللي هينزل لكم، ما اعرفش ادخل ليه. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله. على الفرن، على الفرن في الوسط وعلى نار عاليه. الرواق ده هنزل لكم بالوصفه ان شاء الله على طول وراه، على طول ان شاء الله. طبعا العصاج لازم نبدع بيه ونعمل وصفاتنا الجميل. بسم الله ما شاء الله. مش هتاخد تلت ساعه لانه مستوي، العصاج مستوي، والرقاق برده هو حلو برده طري وجميل. تعالوا بقى ما نشوف الجمال ده والطعامه دي. الله 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 الله، جوسي. ولا تقولي بقى مكرونه بشاميل، ولا تقولي لي ولا نجريسكو، احلى 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 والله والله، احلى احلى وطعم وجميل. لو عملت الرقاق وكل اللي سالوني ينفع نحطه في الفريزر، ينفع، وينفع تخزنيه 3 شهور كمان، بس خزنيه ما تخليش يجي عليه ميه. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين جوسي ازاي وجميل ازاي، رقاق بطريقه حلوه ومختلفه. يا رب بس اكون فدتكم، ما تنسونوش بدعوه حلوه. اشوف وشكم بخير في